احلى واطعم كنافه هتجربيها بالقشطه الكدابه، حاجه كده روعه، بتدوب دوبان في البق، كريمه. لازم تجربيها هتعجبك جدا. في البدايه لازم نعمل الشربات الاول، لان المفروض يكون الشربات بتاع الكنافه بارد. هجيب كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايه ونص من الميه. انا بعمل شربات الكنافه متوسط القوام مش تقيل. بدأ الشربات يغلي معايا بالشكل ده، هشيل الفوران اللي حاصل ده علشان ما يخليش الشربات يسكر معايا. هضيف عليه معلقه عسل نحل كبيره او معلقه عسل الجلوكوز المتوفر عندك. هضيف عصير نص ليمونه، هسيبه لمده 7 دقايق لما يبرد. لعمل الكريمه اللي هنحشي بيها الكنافه على البارد، هجيب 3 كوبايات من اللبن النباتي، لبن اللوز او لبن الصويا حسب ما تحبي، او لبن الحليب العادي. انا عاملاها صيامي فهحط اللبن النباتي. هضيف على اللبن معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من دقيق السميد، معلقه كبيره من الكريم شانتيه هستخدمها بديل القشطه. لو حضرتك عايزه تحطي قشطه وش اللبن او قشطه العلب حطي. هقلبهم مع اللبن على البارد وبعدين ارفعهم على نار هاديه لحد ما الكريمه تتقل معايا. مش هحط سكر علشان هكتفي بالشربات اللي هضيفه على الكنافه. رفعت كده الكريمه على نار هاديه، هفضل ايدي فيها اقلب علشان ما تلزقش. قلت الكريمه معايا بالشكل ده، هضيف عليها رشه صغيره من الفانيليا. نص كيلو من الكنافه هكون جايباه من قبلها بليله وحطاه في الفريزر، فرك معايا بكل سهوله. لما فركت الكنافه كلها معايا بالشكل ده، هجيب كوبايه من السمنه السايحه، ويفضل انها تكون سمنه بلدي، لكن انا عشان عاملاها صيامي فهحط سمنه نباتي بالشكل ده. وبعدين اضيف السكر البودره، سكر البودر، وابدا ارشها عليها واقلبهم معاها. شربت الكنافه السكر البودر كله، هجيب صينيه مدهونه سمنه بالشكل ده وابدا افضي فيها نص الكنافه. هبدا افردها في الصينيه واعمل لها حرف عالي سور كده علشان الكريمه ما تخرجش منها. هضيف الكريمه اللي عملناها، هجيب باقيه الكنافه بتاعتي وابدا اقفل عليها. اضغط عليها بالراحه عشان تتماسك. ادخلها الفرن على درجه حراره 200، تكون الفرن شغاله من قبلها على الرف الوسطاني لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. بعد ما خرجت الكنافه كده معايا من الفرن وخدت اللون الذهبي الجميل ده، هنزل عليها على طول بالشربات البارد بالشكل ده واسقيها. ده شكل الكنافه بتاعتنا بعد ما بردت، ريحتها خطيره، حاجه كده روعه، لازم تجربوها. سامعين صوت القرمشه من بره، طريه جدا من جوه طبعا، حاجه كده تحفه.